السلام عليكم يا أحلى متابعين. معنا النهاردة مع مسلسل جديد، يلا نبدأه على طول. مسلسلنا بيبدأ بحادثة بشعة، والمصاب كان على الأرض وحالته صعبة جدا، والمسعفين حواليه حاولوا ينقذوه بكل الطرق. عملوا له صعقات كهربائية وعملوا له الإسعافات الأولية علشان حالته تستقر. وقرب منهم شاب علشان يبص على المصاب، فنقلوا المسعفين المصاب معاهم في العربية، ولما ظهرت واحدة تعرفه أخدوها معاهم. تجاهلوا الشاب اللي واقف ده خالص، رفجأ انهم قفلوا عليه باب العربية والمسعف كمان عدى من خلاله. وهنا اتصدم الشاب ده وعرف انه ميت، بس امتى وازاي ده اللي هنعرفه دلوقتي. بنرجع بالزمن لورا ل4 ساعات بس، وبنشوف الشاب ده جوه المدرسة الثانوية، وبنعرف ان اسمه اوراميشي، وجات له صديقة الطفولة وهو واقف على السطح وطلبت منه ينزل الحصص لان المعلم بيدور عليه. فسمع كلامها ونزل، ولقى مجموعة من المتنمرين ملمومين على زميلهم بيضربوه وسرقوا منه فلوسه. واول ما اوراماشي شافهم مسكهم ضربهم واخد منهم الفلوس بالعافية. ولما المعلم شافه فكره هو اللي بيسرق من زميله وقال عليه مجرم ووقف يزعق له. وكان الولد لسه هيفهمه ان اوراماشي بيدافع عنه، بس ولد من المتنمرين سكته، وفضل المعلم يشتم اوراماشي وما حاولش انه يدافع عن نفسه وسابه ومشي. رجع لبيته، اول ما والدته لقيته رجع بدري عرفت انه عامل مشكلة واتطرد من المدرسة. قالت له ان لو مش حابب يتعلم فالافضل ليه وليها انه يسيب المدرسة، لانها مش بتجيب المصاريف بالسهل، خصوصا انها المسؤولة الوحيدة عنه. طلبت منه يعمل لها قهوة كعقاب ليه على اللي عمله. علشان اوراماشي يهرب من كلامها عمل لها القهوة وسابها وخرج. بس من الواضح ان اليوم ده مش يوم حظه خالص، لان كوبارا اللي كان متخانق معاه قبلها بيوم جاله علشان ياخد حقه منه ويرد له كل الضرب اللي ضربه له. ففرح اوراماشي ان هيلاقي حد طلع غضبه فيه، ومسك كوبارا ورجالته موتهم من الضرب وسابهم مرميين على الارض، ومشي راح على السوق ودخل المطعم علشان يتغدى. لما وصلت صديقته كيكو للمطعم بتاعها وشافته وسألته ليه ما وضحش الحقيقة للمعلم وخلى المشكلة معاه مع انه كان بيعمل خير، قال لها انه مش فاضي علشان كل شوية يفضل يبرر للناس تصرفاته. اتضايقت منه وقالت له انها مش عايزة تعرفه تاني، ودعت عليه انه يموت علشان تخلص منه. خرج من المطعم وسابها ومشي، وكان الطريق زحمة وعربيات كتيرة. فجأة ظهرت حشرة من كائنات اليوكاي، قرصت سواق عربية نقل وبقى مش في وعيه خالص. فضل يخبط في باقي العربيات ودخل الشارع اللي ماشي فيه اوراماشي، وبقى عمال يخبط في كل حاجة قدامه، والناس بقت بتجري من قدامه ما عدا ولد صغير وقف ومش عارف يعمل ايه. واول ما اوراماشي شافه جري بعده من قدام العربية، بس للأسف العربية خبطته هو. داست فوق أكتر من مرة، وده هو سبب موته الأليم. وبنعرف حقيقة مهمة، وهي إن زمان كان عالم الشياطين اللي عايش فيه كائنات اليوكاي وعالم البشر متصلين ببعض. كتير من كائنات اليوكاي بقوا يدخلوا عالم البشر ويفترسوهم، وعلشان كده حط عالم الأرواح حاجز بين العالمين وفصلوهم عن بعض. وطلع المكان اللي واقف فيه اوراماشي هو مكان الحادثة بتاعته. وأول ما عرف إنه شبح ظهرت له مرشدة عالم الأرواح بوتان. وبدل ما اوراماشي يقول لها انه مبسوط انه شافها، قال لها انه زعلان جدا انه شافها لانه كان مصدوم بخبر وفاته. فطلعت بوتان باقة التعريف بتاعته اللي معاها وقرتها، وكان فيها انه عصبي وعنيف وبيدور على المشاكل. وبعدها قالت له انه طالما في كل الصفات الوحشة دي يبقى احسن انه مات. سابها ومشي وراح عند المستشفى اللي نقلوا فيها كل ضحايا الحادثة اللي حصلت. وعرف ان الولد اللي انقذه اسمه مسار وانه سليم خالص، ففرح وقال انه بكده يكون مرتاح. كانت بوتان مستغربة ان شخص زيه ممكن يكون عمل حاجة كويسة في حياته. قالت له انه هيعيش في عالم الارواح، وده عالم غريب وغامض. فجأة لقوا نفسهم جوه قارب، وعرفته مكان شغلها وقالت له ان رئيسها اسمه انما، واخدته على هناك ولقوه بيتفرج على حياة الناس، وما كانش اوراماشي فاهم هو بيعمل ايه. قالت له بوتان انه بيوزع الارواح بين ارواح طيبة وشريرة. واول ما خلص انما شغله رحب باوراماشي واتعرف عليه وقال له انه هيرجعه تاني لعالم البشر، بس في المقابل هيبقى محقق ارواح في قضايا اليوكاي. ما كانش اوراماشي فاهم يعني ايه اصلا يوكاي. ورا له ان ما شكلها وقال له انها بتدخل لعالم البشر وبتأذيهم من غير سبب، والمطلوب منه انه يعرف السبب. رفض اوراماشي العرض ده وقال له انه مش بيحب ياخد اوامر من اي حد، ده غير انه عارف ان موته احسن للكل، وسابهم ومشي. راحت ورا بوتان وكانت مستغربة ان ولد في سنه مش عايز يرجع يستمتع بحياته تاني. طلبت منه يحضر حفل التقديم بتاعه الاول وبعد كده يبقى يقرر. فعلا راح ولقى هناك زميله الضعيف كيرا اللي كل مرة بينقذه وشافه حزين جدا عليه. فمسكوا المتنمرين ومنعوه من انه يدخله واخدوه معاهم وفضلوا يضربوا فيه. ولقى هناك كمان كوبارا زعلان قوي ان اوراماشي مات قبل ما ياخد حقه منه. فضحك اوراماشي ودخل لها مساره مع والدته بيدعوا له. وبعد ما الكل مشي قعد كيكو مع والدته ونهاروا من العياط ومن الحزن عليه، خصوصا كيكو اللي حست انها سبب في موته بعد ما دعت عليه. طول الوقت كان المتنمرين عمالين يعذبوا كيرا وكانوا ناويين يولعوا فيه خالص، لكن فجأة دخلت حشرة اليوكاي في ودنه وخلته مش في وعيه ووقف ضربهم كلهم،
للأسف حصل تسريب في البنزين وصل للولاعة وانفجر المكان. وبنرجع تاني لأوراماشي اللي بعد ما شاف هو قد ايه مهم في حياة اللي يعرفهم قرر انه يوافق على الاتفاق مع إنما. وجري بوتان بلغت إنما بالخبر ده. بدأ جسم أوراماشي ينبض من تاني وده اللي حست بيه والدته. بس إنما كان مشغول بحاجة أهم وقال له أوراماشي إن في حالة طارئة لأن في حريق في بيته. فجري أوراماشي على هناك ولقى أهل الشارع ماسكين والدته بالعافية وهي بتصرخ ومصممة تدخل تنقذه وبتقول إنه حي. ولما كيكو سمعت الخبر جريت دخلت له بس ما قدرتش تحركه ولا عرفت تخرج لأن النيران حصرتهم. وكان أوراماشي هيتجنن عليها فطلب من إنما إنه يخليه ينقذ كوكو وقتها يبقى تحت أمره. فوافق إنما وبعت له قوة ففاق أوراماشي وشال كيكو وخرج بيها اداها لوالدته وجري على مكان كيرا. قال له إنما إن مخلوق اليوكاي بيدخل جوه الناس اللي جواها طاقة غضب كبير وبيزود مشاعر الكراهية عندهم وبيخليهم يدمروا أي حاجة قدامهم. ولما وصل أوراماشي للمكان لقى إن صديقه كيرا هو اللي اتصاب وكان كبار ورجالته بيحاولوا إنهم يهدوه بس ما كانوش قادرين عليه. مسكوا أوراماشي وقال له إنما إنه لازم يترك كائن اليوكاي من جسمه لأن هو اللي بيحركه. وطبعا كيرا كان عمال يحاول يضرب أوراماشي وسمع إنما وهو بيقول له إن مفيش طريقة لطرد اليوكاي غير استخدام طاقة الروح ودي حاجة مش ممكن يعملها له بسهولة. بس أوراماشي قال له إنه لو ما اتعلمهاش حالا هيموت. فاضطر إنما إنه يشرح له يعمل إيه بسرعة وقال له يجمع كل طاقة روحه في جزء واحد بس من جسمه. ولسه بيتكلم أكتر قطعته بوتان وقالت له إنه يستخدم طاقة روحه حالا. وبرضه أوراماشي مفهمش يعمل إيه. ولقى كيرا شكله بدأ يتحرك وبقى شبه شجرة اليوكاي فوقف وفضل يقتله. بس كل ما الوقت بيعدي كان كيرا بتوحش أكتر وبقى قوي. ففكر أوراماشي إنه يفجره فرمى أنبوبة غاز على النار والدار علشان ما يتأثرش بالانفجار. بس للأسف كيرا هو كمان ما تأثرش ووقف يهجم عليه من تاني. مسك أوراماشي عجلها من الشارع زقه بيها على الحيطة وفضل يفكره بطيبته وحزنه عليه لما كان فاكره ميت. وضربه بقوة وقال له إنه يخلصه من الحشرة الشريرة دي وركز كل قوته في إيده ولكمه في وشه. وأخيرا خرجت الحشرة ومسكها أوراماشي فجرها بإيده وشال كيرا ومشي بيه. ورجع لكيكو ووالدته ما كانوش مصدقين عينيهم إنه لسه عايش. وعيطت كيكو من فرحتها. وكان إنما بيراقبه وقال لها إنه لازم يخليه يقاتل كائنات اليوكاي المتطورة أكتر من الحشرة دي. وخافت عليه بوتان وقالت له إنه مش هيقدر عليهم. بس هو قال لها إن مفيش قدامه حل تاني لأن كائنات اليوكاي دلوقتي بتستهدف 3 أغراض مهمين كانوا في حراسة عالم الروح. وقال لها إن أوراماشي لازم يسترجع منهم الأغراض دي. كانت مشكلة أوراماشي إنه مش عارف يستخدم القوة الروحية كويس ومحتاج لتدريب كبير. فجابوه عندهم وبدأوا يدربوه وبرضه ما كانش عارف خالص. تعصب عليه إنما وقال له إنه مش مقدر الموقف كويس ووراله شكله اليوكاي ال3 اللي المفروض إنه يحاربهم هما جوكي وكوراما وهي. وفهموا إن الحاجات اللي سرقوها خطر جدا ولها قدرات كبيرة برضه ولو ما أخدهاش منه بسرعة وقتها عالم البشر هيقع في ورطة. ونبهوا إن قوتهم كبيرة جدا وقدروا يهزموا الحرامية اللي بعتوه لهم علشان يسرقوا منهم الأغراض الروحية. وفضل بوتان تطلب منه يركز لحد ما انفجر فيهم هما الاتنين وقال لهم إنه مش عارف يركز بسببهم وإنه مش غبي زي ما هما بيقولوا عليه ولا حاجة. طلب منه إنما يوطي صوته ولو مش عايز حد ينتقده يبقى يتعلم بسرعة إنه يجمع طاقة روحه ويضرب بيها. حاول تاني أوراماشي والمرة دي جمع طاقة كبيرة بس برضه معرفش يضرب بيها. قال له إما إن ده هو سلاحه الوحيد ضد كائنات اليوكا ولازم يحاول لحد ما ينجح. لاحظ بوتان إن في هجوم جديد على البشر بس المرة دي تم على الأطفال. وراحت بوتان مع أوراماشي زاروا الأطفال وقالت له إن جوكي هو اللي عمل فيهم كده بالأغراض الخطيرة اللي بقت معاه وسحب بيها روحهم ولو قدروا يستردوا منه أرواحهم هيقدروا ينقذوهم. فقال لها أوراماشي إن دي مهمة سهلة وهيدوروا عليه ويدمروه. فكرته بوتان إنه مش هيقدر عليه من غير سلاح القوى الروحية بس أوراماشي قال لها إنه هيتقاتل من غير أسلحة وهيفوز عليه كمان. وكان كوبارا وأصحابه هم كمان في المستشفى وصعب عليه كوبارا اللي حصل لأصحابه واعتذر لهم واعترف إن كل اللي هم فيه ده بسبب ضعفه وسابهم ونزل. قابل أوراماشي وسأله إزاي قدر يهزم كيرا. قال له أوراماشي إن كان في كائن يوكاي جوا كيرا واستخدم قوته الروحية عليه لحد ما خلصوا منه وأنقذوه. وطبعا كوبارا ما صدقهوش وقال عليه إنه اتجنن أو مش في وعيه. فمسكته بوتان وجري بيه علشان ما يتكلمش أكتر عن عالم الأرواح. ولما أصحاب كوبارا نزلوا عشان يصالحوه قال لهم إنه واقف مع أوراماشي بس ما كانوش شايفينه واقف مع حد وقالوا عليه إنه بيهلوس. أما أوراماشي فكان مع بوتان مش فاهم ليه جوكي عمل كده في الأطفال. قالت له إن بوتان ده أخطر شخص من ال3 اليوكاي اللي بيدوروا عليهم لأنه بيتغذى على الأرواح وبيخزنها في الكرة اللي سرقها. وكان أوراماشي عنده سؤال تاني هو إزاي كائنات اليوكاي بتقدر تخترق الحاجز بين عالم الشياطين والبشر. وما كانتش بوتان تعرف السبب فسابها وراح لمطعم كيكو ولقى هناك مع سورو وده كان جاي يشكره وقال له إنه خايف لأن أطفال كتير أغمى عليهم فجأة عند بيتهم. فعرف منه أوراماشي العنوان وأول ما وصل لها أطفال تانية مغمى عليها ولمع شخص معدي في إيده كورة سودة صغيرة. عرف على طول إن ده هو جوكي وجيري وراها لكنه لا اختفى.
وظهر له تاني لما بعد عن الناس عند مستودع خردة عربيات، وتحول شكله البشري لشكل عملاق مخيف هجم على أوراماشي وفضل يضربه. ومهما أوراماشي استخبى منه كان جوكي برضه بيوصل له، لحد ما جوكي مسكه من رقبته وخلقه، ومعرفش أوراماشي يخلص نفسه منه خالص. فجاله ماسورو وطلب منه يسيبه وما يأذيهوش، وطبعا جوكي فرح جدا بيه وفعلا ساب أوراماشي، بس مش علشان هو بيسمع الكلام، لكن علشان ياخد روح ماسورو. مسك الكورة وسحب روحه فعلا ولسه هياكلها، كان أوراماشي جري عليه لحقه واستخدم قوته الروحية وقضى عليه. فوقعت كورة الأرواح في الأرض وخرج منها كل أرواح الأطفال ورجعت لهم، ففاقوا كلهم ورجعوا للحياة. واخد أوراماشي ماسورو ورجعه لبيته. كل ده واحد من اليوكاي التلاتة واقف بيتفرج على اللي بيحصل وما حاولش انه يتدخل خالص. وبنشوف تاروكاني اشهر واغنى جواهرجي في البلد كلها عنده بنت شاب حابسها في قفص ومخلي رجالته يعذبوها علشان تعيط، ولما لقاها ما عيطتش راح لها بنفسه وطفى في ايدها السيجار بتاعه. والمرة دي نجح في انه يخليها تعيط، وكانت الفرحة مش سايعاها لان دموعها عبارة عن كريستالات جليدية نادرة وغالية جدا. اداها لرجالته علشان يبيعوها، بس واحد منهم كان طيب وحنين وقال لها ان اخته في نفس سنها وعلشان كده هيساعدها ويهربها في اقرب فرصة. وبنرجع تاني لأوراماشي اللي كان ماشي مع بوتان، وكانوا بيتكلموا عن كوراما، وده كائن اليوكاي اللي عليه الدور انهم يخلصوا منه، لانه اخد مراية الظلام اللي بتحقق امنية اي حد يبص فيها مهما كانت الامنية شريرة، زي حوادث القتل الجماعي او حتى الكوارث. وللاكتمال القمر هتكتمل قوة المراية دي، وعلشان كده لازم ياخدها منه قبل اليوم ده. وبعد ما بوتان قالت الكلام ده اختفت، وكان كوبارا بيراقبهم من بعيد ومش مصدق اللي شايفه. ومشي أوراماشي ولمح واحد لابس احمر في احمر، حتى شعره لونه احمر، فشك فيه ومشي وراه. وكان إنما وبوتان بيتفرجوا على اللي بيحصل، وقالوا ان هو ده كوراما، وشكوا انه قاصد يجذب أوراماشي لانه محضر له فخ. فعلا جذبوا كوراما للمستشفى، ولما دخل قال له انه هيرجع المرايه تاني بس بعد ما يعمل بيها حاجه مهمه جدا. وكان في مريضه في الاوضه قامت وسلمت على كوراما، وكانت بتناديه باسم شويتي، وهو كان بيكلمها على انها والدته. اخدوا كوراما وخرج بيه وقال له ان شويتي هو الاسم اللي بيستخدمه في عالم البشر، وحكى له الحكايه من اولها، وقت ما كان عنده 17 سنه وتعرض لاصابات كتيره على ايد مطارد ارواح، ويهرب لقى جنين فدخل جواه، وكان هدفه ان الست دي تعالجه. فعلا عملت كده، وبقى من يومها هو وابنها اللي بيحبها. للاسف بعدها تعبت، وقالوا كل الدكاتره انه قدامها شهر بالكتير وتموت، علشان كده هو كان عايز المرايه علشان ينقذها بيها وبعدها يرجعها تاني. ولاحظ كوراما ان كوبارا بيراقبهم لكنه سكت وما قالش حاجه. رجع وراماشي على مطعم كيكو، فلقى بوتان جت اخدته وهي مستعجله، وقالت له ان انما قال لها ان اللي بيتمنى امنيه المرايه بتاخد روحه في المقابل. فقرر أوراماشي انه يروح ينقذه، وحاول كوبارا انه يوقفه، بس أوراماشي سابه ودخل لكوراما جوه المرايه وقال له انه كده مش بيساعد والدته لكنه بيعذبها، واداله نص حياته علشان ينقذه. مفيش ثواني وطردتهم المرايه منها، وراح كوراما قعد جنب والدته ووعدها انه مش هيسيبها تاني ابدا. واخد أوراماشي كوبارا وخرج بيه من الأوضة وتصالحوا مع بعض وخرجوا يتغدوا. وبكده بقى فاضل آخر واحد من التلاتة، وهو هي اللي معاه الخنجر السحري. ومسك هي السيف بتاعه وراح للشخص اللي تبع تاروكاني اللي كان رايح يبيع كريستالة الجليد، وقتله واخدها منه. ولما تاروكاني عرف ان واحد من اليوكاي هو اللي عمل كده، اتصل بساكيو وطلب منه ياخد البنت ويرجع له الأرض اللي فيها الفتحة اللي بتوصل لعالم الشياطين. طلب منه ساكيو يجيله البيت ويتفاهم معاه، وبمجرد ما قفل معاه نادى على الأخين اللي اسمهم توجورو وقال لهم انه هيديلهم مهمة جديدة. أما إنما فبعد ما عرف إن هي هاجم رجالة تاروكاني توقع إنه هيهجم عليه هو بنفسه، فخلى أوراماشي يروح على القصر بتاعه وطلب منه يسترجع الخنجر السحري بسرعة، لأنه سلاح خطير جدا وبيمد اللي معاه بالقدرة اللي هو عايزها أيا كانت هي إيه. فجأة سمعوا صوت ضرب نار، فعرفوا إن هي وصل وما كانش بيتأثر بالرصاص كمان، وده بسبب قوة الخنجر اللي معاه. نزل له أوراماشي ووقف يقتله وحاول يستخدم قوته الروحية بس ما عرفش. قال له هي إنه أضعف من إنه يضيع وقته معاه وسابه ومشي. في الوقت ده كان تاروكاني وصل لساكيو وكان معاه البنت في القفص، وكان متعصب جدا بعد اللي حصل له. قال له أوراماشي إنه مجهز له مفاجأة هتبسطه جدا، واخده على مكان قال له إنه عامله مخصوص للناس الأغنياء اللي زهقوا من الحاجات التقليدية. وقفوا ورا إزاز وشافوا وحش خرج وشخص شبه البشر، وقال له إنه هيخلي 2 من اليوكاي يقتلوا بعض، هو توجورو الصغير. واللي كسب القتال ده هو كائن اليوكاي اللي على شكل بشري واللي اسمه توجورو الصغير، وكسب القتال بضربة واحدة بس. وقال ساكو لتاروكاني إنه هيخلي توجورو مسؤول الحراسة، ده غير إنه هينقل مكان يوكينا اللي هي البنت اللي مكان آمن. ولما جه يعمل كده اكتشف إنها هربت، واللي ساعدها هو واحد من رجالة تاروكاني. ولما وصل بيها للطيارة اللي المفروض يهربها فيها، لقى توجورو الكبير نازل منها وما كانش بيتأثر بالرصاص، وقتل الراجل اللي كان مع البنت، ففضلت تعيط عليه. وطبعا جمعوا كل الكريستالات الجليدية وادوها لتاروكاني،
وطلب تاروكاني من ساكيو انه يتصرف مع هي وأوراماشي، فبعت معاه ساكيو مجموعة من اليوكاي أقوياء جدا علشان يحموه. كان أوراماشي مع بوتان متضايق ومحبط بعد ما هي رفض يقتله، فقال له إن إنما عين مرشدة ليه خبيرة في الفنون القتالية مشهورة اسمها جينكاي، وقال له أوراماشي إنه أصلا كويس جدا في فنون القتال وكل اللي محتاجه إنه يتفوق على هي في سرعته. قال لهم كوبارا إنه عايزه كمان يتدرب وراح معاهم لجينكاي. أول ما شافتهم المعلمة جينكاي قالت لهم إن الطلب منها تدرب تلميذ واحد بس. قال لها كوبارا إنه بيتمنى تقبله تلميذ عندها علشان يتعلم من مهارتها النادرة. طبعا طريقة كلامه عجبتها، بس لقت أوراماشي وقف يستفزوا ويتخانقوا مع بعض، فوقعتهم جينكاي بقوتها الروحية وطلبت منهم يبطلوا يزعجوا ويدخلوا معاها. فعلا دخلوا، وكان أول تدريب لأوراماشي إنه يقف على إصبعه بقوته الروحية لمدة 12 ساعة، بس هو حتى ما قدرش يقف 12 ثانية. وقع على الأرض فسابته يرتاح 5 دقايق، بس هو ما كانش عاجبه التدريب ده، وقال لها إن دي تدريبات ملهاش معنى ولا لازمة غير إنها بتضيع له وقته. طلبت منه يركز في التدريب وبس، ولما أصر على كلامه طلبت منه يهاجمها. ففرح أوراماشي وحس إن الفرصة جات له علشان ينتقم منها، بس ما عرفش يلمسها حتى، وفي الآخر كتفته وقالت عليه إنه شاب تافه وعمره ما هيلاقي بنت تعجب بيه. ولما خلص نفسه منها فضلت تضربه، وطلبت منه يقلد طريقتها في القتال، بس برضه ما قدرش عليها. قالت له قبل ما يتغر يتدرب كويس، وسابته وهو خرج اتفرج على كوبارا، ولا تدريبه عبارة عن كسر صخرة كبيرة بسيف خشب. وما كانش كوبارا عايز يستسلم أبدا، وكل ما السيف يتكسر ياخد غيره. وقال أوراماشي عليه إنه غبي لأنه مستحيل الخشب يكسر الصخر. جات له جينكاي وقالت له إنه لو ما اتدربش كويس وقتها كوبارا هيتفوق عليه، ومسكته من ودانه وسحبته على أوضة التدريب. أما كورامارا فكان معاه هي، وطلب منه يديله الخنجر السحري لو مش محتاجه علشان يسلمه لمحقق الأرواح أوراماشي، وفي المقابل هيعرف منه معلومات عن أخته يوكينا. بس هي رفض وسابه ومشي. وبنعرف إن ساكيو كان حريص إنه يضحي بحاجات كتيرة في مقابل إنه يحافظ على الأرض اللي فيها الفتحة اللي بتوصل لعالم الشياطين علشان يربط العالمين ببعض تاني. واخد رأي ومقاتل يوكاي عنده هو توجورو، والمفاجأة إنه ما كانش من اليوكاي لكن من البشر، وشجعه جدا على الفكرة دي لأنه كان عايز يعيش مع اليوكاي. وبنرجع تاني لأوراماشي، وبعد تدريبات ساعات كتيرة حس جينكاي إنه ميؤوس منه، وطلبت منه يتخلى عن المهمة دي ويسيبها لحد تاني، وسابته وطلعت من الأوضة. قالت لبوتان تبلغ إنما إن تدريبها لأوراماشي تضييع وقت ليها مش أكتر. وطلع أوراماشي هو كمان راح لكوبارا اللي كان لسه بيحاول ليل ونهار ومش بييأس، وكل ما يكسر سيف يقوم يقف وياخد غيره، وبيقول إنه مش هيخسر تاني. وكان بيفتكر اليوم اللي ضربوا فيه كيرا هو وأصحابه، وقال إن اللي بيحب حد لازم يحميه، وضرب الصخرة بقوة لحد ما أخيرا نجح. السيف الخشب اتحول وبقى سلاح روحي، فسابه أوراماشي ورجع هو كمان يتدرب. وبعد مرور 20 يوم على تدريبه كان هو كمان نجح في تدريبه، وفضل واقف على أصبعه لأكتر من 12 ساعة. ولما جينكاي شافته فرحت بيه وقالت له إنه أخيرا قدر يزود طاقته الروحية ولازم يحاول إنه يتحكم فيها، وقف يجرب ونجح في ده كويس جدا. خلته يتدرب هو وكوبارا أكتر، وبعد شوية راحت سألته لو عايز يبقى قوي. ولما قال لها إنه بيتمنى ينجح في ده قالت له إن الإنسان بيحسن مهاراته مع الوقت لحد ما بيقدر يوصل للقوة اللي كان بيحلم بيها، بس كمان مش من البطولة أبدا إن الإنسان يضحي بحاجات علشان يكسب القوة. وطلبت منه ما ينساش الكلام ده أبدا. مدت إيديها وكونت بيها كرة الروح وادتها له، وقالت له إن دي سر موجة الروح، ودخلتها جواه وقالت له إنه خلاص كمل تدريبه ويقدر يمشي. وقفت ودعته هو وكوبارا ورجعت لأوضتها وكأنها كانت مستنية حد. فعلا جالها الأخ الأصغر توجورو وقال لها إن بعد ما سلمت كرة الروح ما بقاش ليها لازمة وما بقاش طايق وجودها في الحياة. وهي كمان قالت له إنها مش بتحبه ونفسها يختفي. قال لها إن طالما هما الاتنين مش طايقين بعض بيبقى لازم حد منهم يقضي على التاني. كان أوراماشي مش حاسس بحاجة وقاعد في مطعم كيكو بياكل، والدنيا بره عمالة تمطر. وبعد ما خلص قالت له لازم يروح المدرسة من بكرة، فسابها وخرج، ويا دوب فتح شمسيته لقاها اختفت. شاف هي شايلها وبيهرب بيها، فجري أوراماشي علشان يوصل له بس ملحقش لأن سرعة هي كانت كبيرة جدا. راحت بوتان لكوبارا وطلبت منه يروح له بسرعة. في الوقت ده كان أوراماشي عرف مكان هي ووقف يقتله، ولاحظ هي إن قوته مختلفة عن قبل كده خالص. طلب منه أوراماشي إن يرجع كيكو، وما كانش هي فاهم هو بيتكلم عن إيه. جالهم كوراما وطلب منهم يبطلوا قتال لأن مش هو اللي خطف كيكو لكن واحد من الأخين اللي اسمهم توجورو، وإنه عارف مكانها وعارف كمان مكان أخت هي. وطلعت البنت اللي بتعيط بكرات الكريستال الجليدية هي أخت هي، واللي خاطف البنتين هو ساكيو. وما كانش عارف سبب خطف كيكو، وحاسس إن ده بيحصل علشان يقعوا في فخ كبير ومش هيعرفوا يخرجوا منه. قال لهم إنهم لازم يتحدوا كلهم مع بعض لو مش عايزين يخسروا حياتهم ويخسروا البنتين كمان. فعلا اتحركوا مع بعض، فلقوا كوبارا جالهم وقال لهم إنه يروح معاهم. وصل كمان واحد من رجالة ساكيو وأخدهم للجزيرة اللي فيها البنات. وللأسف في الوقت اللي اتحركوا فيه ده كانت جينكاي ماتت وسابها توجورو ورجع لساكيو. بنرجع تاني لأوراماشي واللي معاه واللي ركبوا كلهم السفينة مع الشخص اللي تبع ساكيو،
وقال له راماشي إن الزعيم هيرجع لهم كيكو لو فازوا على كائن اليوكاي اللي عنده. ولما راماشي قال الكلام ده للباقيين قال له كوروما إن شكلهم كده بقوا لعبتهم الجديدة اللي هيشاركوا فيها، وما كانش راماشي فاهم إيه معنى الكلام ده. ففهموا كوروما إنهم بيخلوا 2 من اليوكاي يتقاتلوا ويتراهنوا عليهم من فيهم اللي هيكسب. وما كانش راماشي مصدق إن في بشر بالوحشية دي، بس الحقيقة إن البشر كانوا أسوأ بكتير وعندهم استعداد يجربوا كل حاجة في سبيل إنهم يتسلوا بس. وبنشوف إنما هو بيراقب أوراماشي وقال لجوتان إنهم لازم يخبوا خبر المدربة جينكاي عنه علشان ما يشتتش تركيزه. وأخيرا وصل أوراماشي واللي معاه للجزيرة اللي فيها البنات، وفعلا حس بكيكو. قال لهم هي إنه ينفصل عنهم وسابهم ودخل لوحده بسرعة. ولما دخلوا ظهر واحد من اليوكاي وكان معجب جدا بشعر كوراما، فطلب كوراما من أصحابه إنهم يسيبوه يقتلوا وهيجي لهم بعد شوية. سابوه ودخلوا، وهي وكمان ظهر له يوكاي لابس بدلة حديدية وفي إيده سلاح كبير وقوي. قال له هي إن لو ما بعدش عن طريقه هيقضي عليه. هجم عليه كائن اليوكاي، ووقتها بدأ رجال الأعمال اللي بيتفرجوا عليه إنهم يحطوا رهانهم، ودي كانت أول مرة لتاروكان إنه يحضر رهان بالشكل ده، فكان متحمس جدا. كده بقى فاضل أوراماشي وكوبارا لسه ما بدأوش قتال. اتفقوا إن كل واحد منهم يمشي في طريقه ويدور على كيكو. كيكو كانت مع أختها هي واتصاحبت عليها واتكلمت معاها وقالت لها إنها هي كمان كائن يوكاي، ومسكت إيديها المجروحة واستخدمت قوتها عليها وعالجتها. نعرف إن كل كائن من كائنات اليوكاي عنده قدرة مختلفة عن التاني، فكان كوراما بيقدر يستخدم الورود كسلاح ليه، وحاول إنه يقتل بيه اليوكاي اللي بيقتله بس ما قدرش، فغير شكله من الشكل البشري لشكله الحقيقي، وقال إنه مضطر يعمل كده علشان ينجز المهمة دي. وكان متصل بيه نبات الأوزيجي، وده نبات شرير بيهاجم أي حد بيتحرك قدامه من غير ما يعمل أي حاجة. وقال المقاتل اللي قدامه إنه لو مش عايز يموت فلازم يقف ثابت مكانه. بس المقاتل ما سمعش كلامه واتحرك ناحيته علشان يقتله. وقتها النبات بقى يتتبع تحركاته، والكل كان بيقاتل وبيقاوم، حتى كيكو اللي كانت في الزنزانة اللي محبوسة فيها عمالة تصرخ وتعيط. فدخل الحارس علشان يشوف مالها، وراحت هجمت عليه مرة واحدة وضربته لحد ما قضت عليه وأخدت منه المفتاح. وراحت فتحت لأخت هي وطلبت منها تخرج معاها بسرعة، بس رفضت وكانت خايفة عليها وقالت لها إن آخر واحد ساعدها مات بسببها. لكن كيكو قالت لها إنها مش لازم تستسلم أبدا علشان الراجل اللي مات وهو بيحاول يحررها ما يبقاش ضايع حياته على الفاضي. ومسكت إيديها وقومتها، فقالت لها أخت هي إن اسمها يوكينا ومن دلوقتي هيبقوا إخوات. وللأسف الوضع مع كوراما بدأ يسوء لأن طاقته خلصت قبل ما يقضي على خصمه. فضل خصمه يضربه، كل رجال الأعمال كانوا فرحانين، محدش كان مركز مع كيكو ويوكينا غير ساكيو، وشافهم هما بيحاولوا يهربوا. وصل لهم كوبارا اللي عجب بيوكينا من أول لحظة شافها فيها. هي ما كانتش مركزة معاه لأنها حاسة إن أخوها في خطر، وكان عندها حق لأنه توجوره الكبير كان مموته من الضرب، لكن برضه ما استسلمش وقام وقف واستخدم قوته الخارقة قضى عليه بيها. أما كوروما فكان عمال يتضرب، وقال له خصمه إنه هيفجره ويحوله لأشلاء في كل مكان. سأله كوروما لو يعرف حاجة عن نبتة الموت اللي تعتبر نبتة طفيلية بتضرب جذورها في جسم الكائنات الحية، ولما يقول كلمة معينة تنمو جوه الجسم بسرعة رهيبة. طلع كوروما دخل البذرة دي في جسم خصمه، وبمجرد ما قال له موت طلعت النبتة من كل حتة في جسم خصمه ومات. وطبعا تاروكاني خسر الرهان وكان هيتجنن، لكن دار على قد ما يقدر لأن كل الموجودين سخروا منه. قال له ساكيو إن المنافسة لسه هتبدأ، وبص على الكاميرا اللي فيها كيكو والبنتين وبدأوا يجربوا الأبواب الموجودة علشان يهربوا منها. مفيش غير باب واحد بس هو اللي فتح، بس خرج لهم منه ديناصور فجريوا، والديناصور فضل وراهم لحد ما دخلوا لمكان سد فكان لازم يقتلوه. كان الديناصور هياكل يوكينا، فاتصرفت كيكو بسرعة ومسكت حديدة وفضلت تعمل صوت علشان تلفت انتباهه، وفعلا نجحت طريقتها. ودت الحديدة الكبار علشان يبعدوا هو عنهم، واخدت يوكينا وبعدوا عن الديناصور. ولقت الزرار اللي بيقفل المكان فدست عليه وقالت لكوبارا يخرج من عنده بسرعة، وفعلا نجح في انه يخرج في اخر لحظة. لقوا الاخ الكبير توجورو اللي خطف البنتين في وشه، فضربوا بالحديدة اللي في ايده وتحول توجورو لقطع، لكنه اتجمع تاني وفي قتله. اما وراماشي فوصل لقاعة قريبة من مكان المشاهدة اللي فيه ساكيو والناس الاغنياء، واعتذر له ساكيو انه خطف صديقته كيكو، بس كان مضطر يعمل كده. وخرج له الاخ الصغير توجورو، وفي توجورو الصغير قال له وراماشي انه عايز يشوف القوة اللي ادتها له جينكاي وصلته لفين، وخلى ساكيو كاسب الرهان 3 أضعاف، فكل راهن بمبالغ كبيرة. وجاله واحد من رجالته بلغوا ان الثقب الدودي اتفتح، ففرح جدا ساكيو. بدأت وحوش الدودة الاسطوانية تطلع من الثقوب المفتوحة في قطع الارض اللي اخدها من تاروكان، وهو ده كان هدف ساكيو من ربط العالمين ببعض، انه يخلي كائنات اليوكاي تخرج للبشر وتقضي عليهم. وبنرجع تاني لوراماشي اللي اول ما سمع توجورو بيجيب سيرة معلمته جينكا اتعصب وهجم عليه، فضحك عليه توجورو وسخر من قوته وفضل يضربه وجري ناحيته علشان يلكمه. بس من حسن حظ أوراماشي إنه بعد عنه بسرعة، لأن لكمة توجورو كسرت الأرض ودمرت المكان على رجال الأعمال اللي كانوا بيتفرجوا، وقاموا كلهم هربوا قبل ما يموتوا. ولو ده كوبارا كان بيقاتل الأخ الكبير توجورو وما كانش قادر عليه خالص،
وقبل ما يموت طلع سلاحه الروحي وقطعه بيه الحتت. فصرخت فيه كيكو وقالت له انه طالما معاه سلاح قوي كده ليه ما استخدمهوش من الاول. ضحك وقال لها انه كان سايبه للاخر، ولسه يوكينا هتقول له كلام اعجاب بقوته صرخت لان توجورو جمع جسمه ورجع تاني. طعن كوبورا بضوافره لحد اللي شبه المخالب وقال له انه فرحان جدا انه بيلعب مع بشري وبيخدعه بسهوله. كان إنما شايف اللي بيحصل وعرف ان الاف من الدودة الشريطيه طلعوا لعالم البشر، وقال ان اكيد في قوه صناعيه. فعلا كان ساكيو عامل جهاز هو اللي فتح الثقب وسمح لهم بالخروج. ما كانش عارف يزعل على ده ولا يزعل على اوراماشي اللي كان عمال يتضرب ومش قادر خالص على توجورو. فراح لساكيو بنفسه وقال له ان الفتحه اللي فتحها دي هتخلي كائنات اليوكاي تخرج وتقضي على البشر كلهم. قال له ساكيو ان فعلا ده اللي هيحصل وهو عايز كده، لانه عايز يعمل عالم جديد اكبر بكتير من ده زي ما كان الاول لما يتفصل عالم البشر وعالم الشياطين، يعني يبقى العالم في صورته الصحيحه. ده كمان لسه هيخلي الثقب اكبر واوسع لحد ما يشيل الحدود بين العالمين خالص. بس إنما قال له انه مش هيسمح له بده خالص. ضحك ساكيو وقال له انه طالما جاله لحد عنده فده معناه حاجتين، اولهم انه مش هيقدر يمنع حاجه، وتاني حاجه ان خلاص الحاجزين بين العالمين بينهاروا. وساله بسخريه هيقدر يعمل ايه، وكان كل ده بيكلمه وهو بيتفرج على قتال اوراماشي مع توجورو. ولا هي وكوروما وصلوا لأوراماشي علشان يساعدوه، واعتذر له كوروما انه اتأخر عليه في المساعدة. اما هي بقى فقال له انه جاي مش علشان يساعده لانه حتى مش طايق يشوف وشه، وانه جه بس علشان اخته، ولان ساكيو كان بيحب الرهان جدا فعرض على علم انهم يتراهنوا لو اوراماشي واللي معاه كسبوا القتال هيوقف الآلة ويقفل الثقب، بس لو توجورو هو اللي كسب وقتلهم يبقى الوضع هيفضل زي ما هو. ساكيو ما كانش واثق فيه وقال له انهم حتى لو كسبوا القتال ده وقف الآلة فهيصنع واحدة تانية غيرها. فقال له ساكيو انه مستعد يراهن بحياته، وطلع مسدس فيه رصاصة واحدة. وافق إنما على الفكرة دي وبلغوا توجورو والباقيين بالرهان الجديد، وقال إنما لأوراماشي إن مستقبل البشر بين إيديه. وفي التلاتة يحاولوا يقضوا على توجورو بس ما كانوش قادرين عليه، وكان بيطيرهم في الجو. وساكيو كان بيتفرج عليهم على البنات وكبار، واطمن ان توجورو الكبير لسه بيقتلهم. وشاف كمان تاروكاني وهو عند الزنزانة اللي كان فيها يوكينا علشان ياخدها، بس ما لقاهاش ولقى الديناصور واقف مكانه مستنيه. انتبه سكان القتال اللي مراهن عليه بحياته، لانه لقى التلاتة اتحدوا عليه وضربوه بقوة لدرجة انهم هدوا بيه الحيطة، وكانوا فاكرين انهم خلصوا منه، لكنهم لقوه واقف زي ما هو. حتى النضارة اللي لابسها ما اتحركتش من مكانها، وقال لهم انهم ما يستحقوش انه يقتلهم بكل قوته، ومسكهم موتهم من الضرب خلاهم مش قادرين يقوموا من الارض. توجورو اخوه الكبير واداله كوبارا والبنتين، وفرح جدا لما لقاه منتصر. قال لهم ان جينكاي ماتت على الفاضي، ودي كانت اول مرة يعرف فيها اوروماشي كوبارا انها ماتت. فاتصدموا وقال لهم توجورو الكبير انه يقول لهم كل الحكاية بعرض شبه عرايس المسرح. ورى لهم صورة جينكاي وهي لسه شابة صغيرة، وقال لهم إنها كانت صديقة أخوه الصغير وبيتعلموا الفنون القتالية مع بعض. ولما مرت السنين انضم أخوه للعالم الشيطاني وبقى واحد من كائنات اليوكاي. علشان كده هو فضل شاب زي ما هو، لكن هي بان عليها الزمن وكبرت، وفي يوم تخلت عن قوتها لتلميذها ودخل القتال مع صديقها القديم اللي بقت قوته مهولة، فطبيعي إنها تموت على إيده. ودي النهاية السعيدة. وفضل يضحك، فمسكوا أخوه من رقبته وقال له إنه واقف في طريقه، وفكروا أخوه الكبير إنه من لحمه ودمه ما ينفعش يأذيه. فكان رد أخوه الصغير إن قتله، وقال له إنه باع نفسه زمان للعالم الشيطاني فأكيد يقدر يبيع أخوه. وكان كوبارا حزين جدا على معلمته، فطلع سيفه وهجم بيه على توجورو الصغير وسأله ليه قتل معلمته. ضربه توجورو وقال له إنه ما بقاش ليها فايدة في الحياة بعد ما خسرت قوتها. وكان اوراماشي مش بيتكلم ولا بيتدخل، وبيفتكر كل اللحظات اللي عاشها مع معلمته. وبعدها قام وقف وركز كل قوته الروحية في ايده، وجري هجم على توجورو طيره، ولكماته القوية ما خلصتش. فضل يضربه في وشه، ومع ان توجورو كان عملاق بس اخيرا قدر اوراماشي انه يوقعه ويكسر بيه الارض. قال ان اوراماشي لو استمر على كده هيكسب القتال، بس ساكيو قال له ان ده مستحيل. ولا اوراماشي والباقيين حسوا بهزة ارضية، وطلع مصدرها توجورو الصغير اللي خرج لهم من تحت الارض. بمجرد ما فرقع صوابعه بعض خرج منه رياح طيار الكبارة، وقال لهم ان فرصتهم في النجاة ضاعت. وبقى يحاول يضرب اوراماشي بنفس الطريقة، وفي الاخر مسكه من رقبته وقال له ان الوحيد اللي يستحق يبقى منافس له، وكان خلاص هيموته. فاتكلمت بوتان مع علمه وقالت له انها عرفت سر خطير، وان توجورو الصغير كان بيدرب تلاميذه وماتوا على ايد يوكاي اسمه كايرن. وبعد ما هزم توجورو اكل كل التلاميذ. في الوقت ده كان توجورو رمى اوراماشي في الارض وقال له انه هيقتل البنتين قدامه، فعلا اتجه ليهم. فقام هي وكوروما مسكوه علشان يمنعوه، بس هو اللي بعدهم عن طريقه بسهولة واتجه للبنتين تاني. وفي كبارة قدامه قال له انه مش هيسمح له يقرب منهم. وكان توجورو فاكر اللي حصل له زمان، وقال له انه هيقتلهم علشان اوراماشي يطلع قوته الحقيقية. ولما لقى كوبارا مش عايز يبعد عن طريقه قتله قدام الكل. فقام اوراماشي وبقت قوته مهولة، وضرب توجورو ضربة خلاه يزحف على الارض، وقال له انه هيحمي الكل، ان ده وعده لجينكاي ومش هيتخلى عنه ابدا. قال له توجورو انه شبهه وكل اللي محتاجه انه يتخلى عن الكل ويزود قوته.
لكن أوراماشي قال له إنه ما يقدرش يتخلى عن أصحابه ولا عن أهله، لأنه باختصار مش شبهه وهيفضل يحميهم حتى لو هيموت. فكان رد توجورو عليه إنه شخص ساذج وهيقتل الكل قدامه. بس أوراماشي كان مجهز قوته الروحية وبصله بمنتهى التحدي وقال له إن هو اللي هيقتله. والقوة اللي كانت طالعة منه عملت دوامة مهولة ضرب على توجورو وقعد في الأرض. الناس تنفذت كل قوته وأغمى عليه. جريت كيكو فوقته واستوعب توجورو كل الطاقة، وشكر أوراماشي إنه اداله فرصة يستخدم فيها كل القوة دي، ومات بعدها على طول وتحول جسمه الرماد. وجريت يوكينا على كوبارا واستخدمت كل قوتها وعالجت جروحه. وأول ما فاقت أسفت له إن اللي حصل له ده بسببها وبيحاول يحميها، فمسك إيديها اللي فيها آثار الحرق وهو اللي اعتذر لها على اللي حصل بسبب البشر، وقال لها إن الخير والشر موجود في كل حتة، وزي ما قابلت ناس شريرة ففي ناس طيبة ومش لازم تكرههم. بصت لكيكو وراماشي وقالت لهم إنها بتحب البشر كلهم، وقام هي ادى الخنجر السحري لكوروما وقال له إنه خلاص ما بقاش محتاجه بعد ما انتهت المعركة. وبخسارة توجورو خسر ساكيو الرهان ووقف الآلة، وكده بقى فاضل لسه آخر جزء من الرهان. فمشي إنما وبوتان ومسك ساكيو مسدسه وقتل نفسه. أما يوكينا فمشيت مع كوراما وقالت له إنها بتدور على أخوها اللي عمرها ما شافته. قال لها إنه مش أخوها لكن صديق أوراماشي وباقي المجموعة، وخبى عليها الحقيقة. وكان أصدقائه مستنيينه عند السفينة علشان يخرجوا من الجزيرة مع بعض. إنما إنما وبوتان قالوا إن توجورو مات وسعيد لأنه مات على إيد مقاتل قوي، واختار الموتة دي علشان يتعذب لأنه ما كانش قادر ينسى اللي حصل في تلاميذه، وكان شايف إنه مذنب ويستاهل. حتى الطريق اللي اختاره علشان يعيش بيه كان للعذاب. ونشوف أوراماشي وهو واقف مع كيكو واعتذر لها إنها تعرضت للخطر بسببه. قالت إنها كانت عارفة إنه هيجي ينقذها، ده غير إنها اتعرفت على يوكينا وبقت صديقتها. وكمان قال لها إنه تعرف على أصدقاء جداد. شكرته إنه حماها وأنقذ حياتها. وقف أوراماشي بص للسما ونادى على جينكاي وقال لها إنه وفى بوعده معاها. وراح بعدها وقف مع باقي أصدقائه، لأن الواضح جدا إنهم مش هيبقوا مجرد أصدقائه بس، لكن كمان فريق قتالي ضد اليوكاي. وبكده يخلص مسلسلنا النهاردة، واللي كانت أجمل جملة اتقالت فيه إن كل مكان فيه الخير والشر، وكل إنسان هو اللي بيحدد الطريق اللي هيمشي. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله.